هندسه عماره او فنون جميله عماره دول اساسي، مع اللي هو تعبيريه ينفع يجوا يقدموا. فعندنا عدد مهندسين كبير اصلا من اللي هم داخلين عماره وخدوا العضويه خلاص. معاهم اللي هم بعد سينما وفنون مسرحيه. مين بقى الكليات الثانيه اللي احنا بنتكلم عليها؟ في تخصصات ممكن تكون مش محتاجه ان هي زي مثلا الملابس، انت عايز تشتغل في تصميم الملابس، فانت دلوقتي ينفع تروح النقابه او تقدم لو انت هتشتغل في الملابس وتاخد عضويه كمصمم ملابس. يبقى انت ينفع تخش النقابه برضه عن طريق ايه؟ تصميم الملابس. طيب هل في حاجه ثانيه فيها؟ لو انت نفرض ان انت راجل عايز تشتغل في الشغلانه بتاعتنا بس من ناحيه الاخراج، زي ايه؟ ان بيبقى عندنا مساعد مخرج موجود، مساعد اللي هو بيبقى ماسك سكريبت اكسسوار او سكريبت ملابس، ان انت عايز تشتغل مساعد مخرج بس في جزء خاص بالجزء الفني قوي، يعني مش اداري. زي الملابس، السكريبت الملابس ده اللي بيبقى مسؤول عن ان هو يوميا بيسجل في الشوطات في المشاهد بالذات اللي هي الداخلي والخارجي، لا كل اللبس اللي كان موجود بيه الممثل عشان ياخد الداخلي والخارجي، خصوصا لو في لوكيشنز مختلفه، او في المشهد نفسه لو في مثلا انت لابس كوفيه، فانت الكوفيه كنت كده، الشوط اللي بعديها الكوفيه نازله، هو بيجي يقول لك لا عن الكوفيه دي لازم تتعمل كده. ده سكريبت ملابس. في سكريبت اكسسوار اللي هو مسؤول عن ان الاكسسوار يكون في محله او